السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه فيديو جميل جدا على قناه فرفش نفسك. بس قبل ما نتابع الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه سباق قوي جدا يا جماعه في رياضه العد. يا جماعه، ورياضه العد دي يعني ايه؟ يعني مش تعد بقى وتقول 1 2 3 واللي يعد اكتر، لا يا جماعه. رياضه العد اللي هي رياضه الجري. رياضه الجري يا جدعان، رياضه الجري. يعني بص كده، عشان تلعب الرياضه دي لازم يكون عندك نفس قوي جدا، لازم يكون عندك قوه تحمل يعني قويه جدا، لانك انت بتلاعب عمالقه يا جدعان وبتلاعب ناس ما تعرفش يما ارحميني. لكن في الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه لابطال الجزائر في رياضه العد بالتتابع يا جماعه. ضد مين؟ ضد ابطال طبعا من الوطن العربي. يعني ابطال الجزائر ضد ابطال من الوطن العربي، واولهم والمنافس الاشرس اللي دايما للجزائر يا جماعه منافسين المغرب. منافسين المغرب يا جماعه، ومنافسين من البحرين، ومنافسين من قطر، منافسين من الوطن العربي كله يا جماعه. لكن الجزائر دايما بتعبر عن العزيمه والاصرار والتحدي، ودايما بيحبوا لغه الفوز والانتصار يا جماعه. ما بيحبوش الهزيمه، ما بيحبوش الهزيمه، لان المباراه ديت مباراه ناريه يا جماعه. بعد ما كان طبعا المنتخب المغربي او لاعبين المنتخب المغربي هم اللي كانوا سابقين ومتصدرين، انما يرجع طبعا الجزائريين ويقولوا الكلمه بتاعتهم ويقولوا لهم لا، احنا لسه ما فيش استسلام عندنا، احنا لسه ما اتكلمناش الكلمه بتاعتنا. وبيرجعوا وبيعودوا تاني من الخلف يا جدعان، وبيكسروا الارقام القياسيه ويحطموا الارقام القياسيه. وبص بيتفوقوا على كل اللي موجودين بسرعتهم الخارقه يا جماعه، بيتفوقوا على كل اللي موجودين بسرعتهم الخارقه، لان ده يا جماعه سباق التتابع. يعني ايه؟ كل واحد بيجري مسافه مثلا 400 متر ويسلم الشاره لصاحبه، وصاحبه بيكمل ويسلم الشاره لصاحبه، وصاحبه الثاني بيكمل لحد ما ينتهي العدد اللي موجود طبعا في السباق، ونشوف مين اللي هيوصل في اخر لفه يا جماعه. وعشان كده هنشوف بقى قوه الجزائريين في يعني، وهم طبعا بينفذوا لغه التحدي ولغه الاصرار ولغه الانتصار يا جماعه. يعني ما فيش حاجه عندهم اسمها هزيمه ولا استسلام. تعالوا بقى مع بعض نتابع الفيديو، فيديو قوي جدا عشان تعرف عزيمه الجزائريين عامله ازاي قدام طبعا السباق القوي ده، ونشوف هم ازاي تغلبوا على الابطال العرب المغرب وطبعا الدول العربيه. يلا بينا. ادي يا جماعه السباق بتاعنا. ادي طبعا اللي في المتصدر اللي في الاول ده يا جماعه بطل مغربي زي ما احنا شايفين، بطل مغربي زي ما احنا شايفين. هو في الاول ولا ترتيبه كام؟ المهم هو رقم 4. المغربي ده يا جماعه كان رقم 4. نشوف طبعا ادي بطل ده بحريني يا جماعه، ادي بطل بحريني، ادي بطل بحريني. طبعا البحريني زي ما احنا شايفين في المقدمه، طبعا البحريني زي ما احنا شايفين يا جماعه في المقدمه. هنشوف لسه ايه اللي هيحصل تاني، خلي بالك وركز معايا. انا طبعا يا جماعه الجزائري رقم كام؟ الجزائري رقم كام يا جماعه؟ الجزائري رقم كام؟ حد يعرفنا الجزائري؟ ادي ده مغربي يا جماعه. الجزائري طبعا قبل الاخير، الجزائري اللي قبل الاخير. هم طبعا 4 يا جماعه، 4. 4 في 4 يعني 4 لاعبين، كل واحد هيسلم الشاره لزميله، يجري مسافه 400 متر ويسلم الشاره لزميله، وكل واحد يسلم الثاني. ادي يا جماعه السباق انطلق اهو، ادي السباق انطلق اهو يا جماعه. شوف بقى مين اللي متصدر معانا. اول واحد البحريني، اول واحد البحريني، اول واحد البحريني، اول واحد البحريني. هنشوف مع بعض اول واحد البحريني، اول واحد البحريني. جه هنا طبعا يا جماعه طبعا نشوف كده. ادي المتسابق المغربي سبق، المتسابق المغربي سبق، المتسابق المغربي سبق. الجزائر لسه متخلف يا جماعه، الجزائر لسه متخلف لورا، لسه متخلف لورا. طبعا يا جماعه الجزائري جاب مين؟ جاب البحريني. الجزائري جاب البحريني، الجزائري جاب البحريني. الجزائري هنا جاب البحرين، الجزائري هنا جاب البحرين. خلي بالك طبعا مين المتصدر؟ المغربي. المتصدر مين؟ المغربي. طبعا يا جماعه المتصدر المغربي. خلي بالك في منافسه طبعا من البطل اللي كان ورا الجزائري. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. هوب، انطلق يا جماعه، انطلق، انطلق يا جماعه اهو. خلي بالك المغربي لسه متصدر، المغربي لسه متصدر، والجزائر ورا منه. منافسه شرسه جدا يا جدعان، منافسه شرسه وايه، والمغربي متفوق يا جماعه ايه بمسافه كبيره جدا، بمسافه كبيره جدا. هل هو هيظل صامد؟ هل هو هيظل صامد؟ وطبعا في بطل ورا الجزائري يا جماعه بينافسه. طبعا البحرين كده هو خرج من المنافسه، البحرين كده بره المنافسه، البحرين خرج بره المنافسه. خلي بالك ادي يا جماعه المغربي متصدر، ادي المغربي متصدر، البحرين لسه جاي ورا خالص ازاي. ادي المغربي متصدر، ادي المغربي متصدر. الجزائر هيسيبه؟ لا مش سايبه. الجزائر هيسيبه؟ لا مش سايبه، مش سايبه بقول لك، مانيش سايبه بقول لك، مانيش سايبه بقول لك. ادي عداه، عداه يا جدعان. قلت لكم
قلت لكم يا جدعان عداه اهو، سلم الشاره لزميله، زميله انطلق يا جماعه، زميله انطلق يا جماعه. ادي الجزائري تصدر، ادي الجزائري تصدر. هل هو هيسيب المباراه؟ ابقى قابلوني، ابقى قابلوني. هل هو هيسيب النزال؟ ابقى قابلوني برضه، ابقى قابلوني برضه. مش احنا، انا مش احنا اللي مش احنا اللي نستسلم، مش احنا الجزائريين اللي نستسلم يا جماعه. مفاجاه كبيره جدا يا جماعه، ضربوا المغربي، والمغربي ايه؟ المغربي تخلف بقى ثالث واحد بعد ما كان اول واحد. شوف يا جماعه المسافه بقت عامله ازاي. ده سابقهم بثلاث ايام، ده سابقهم ب 10 ايام يا جدعان، ده كده سابقهم بشهر، ده كده الجزائري سابقهم بشهر. هم مستنيين ايه؟ مستنيين ايه تاني؟ ده محتاجين يركبوا طياره نفاثه عشان يحصلوه، محتاجين يركبوا طياره نفاثه عشان يحصلوه. رجع المغربي تقدم تاني يا جماعه وخد المركز الثاني، رجع البطل المغربي تقدم تاني وخد المركز الثاني يا جماعه. واخر لفه، اخر لفه يا جماعه، ادي الرابع، ادي الرابع يا جماعه. خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. المغربي رقم اثنين، المغربي رقم اثنين بعد ما كان في الصداره بقى رقم اثنين. بس خلي بالك، شوف الفرق ما بين البطل الجزائري وما بين البطل المغربي يا جماعه. مسافات طويله جدا، مسافات طويله جدا، يجي 150 كيلو متر يا جدعان، يجي 150 كيلو متر يا جدعان. ادي البطل الجزائري اللي كان اخر واحد، ادي ابطال الجزائر يا جماعه اللي كانوا اخر ناس، اللي كانوا اخر ناس. شوف جابوا السبق يا جماعه، وشوف ضرب السبق بدين بسرعتهم الخارقه يا جدعان، بسرعتهم القويه يا جدعان. ادي ابطال الجزائر يا ابني، ادي القوه والعزيمه عند ابطال الجزائر. لو انت مش فاهم شوف، لو انت مش فاهم شوف اهو، اهو يا جدعان اهو. ده يا ابني بص، انت تمشي انت كده كده كسبان خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان. الجزائر كانت السبق يا جدعان، خطفوا اللقب يا جماعه، خطفوا اللقب يا جماعه في مباراه ناريه سقريه يا جماعه. مباراه قويه جدا، مباراه قويه جدا يا جماعه. بصراحه ما لهمش حل، بصراحه ما لهمش حل. اهم يا جماعه، ادي ابطال الجزائر، ادي ابطال الجزائر يا ابني انت وهو، ادي ابطال الجزائر يا ابني انت وهو. بعد ما كان المغرب متصدره للفتين، المغرب يا جماعه رجعت اتاخرت تاني. في اول لفه كانت المغرب متصدره بتفوق كبير جدا، لكن بصراحه ابطال الجزائر يا جماعه عرفوا ازاي يتعاملوا، عرفوا ازاي يتعاملوا يا جماعه مع السرعات. ابطال الجزائر عرفوا ازاي يا جماعه يجيبوا اللقب اهم. وادي سجدة الشكر طبعا على العلم الجزائري. ونشوف بقى هنا ايه اهو يا جماعه، اهو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم يا ابني، بسم الله ما شاء الله عليكم يا جزائريين يا اللي مروقين الدنيا. شفت يا ابني العزيمه والاصرار، شفت يا ابني العزيمه والاصرار والتحدي. شفت ولا انت لسه ما شفتش؟ شفت ولا انت لسه ما شفتش؟ شفت يا جدعان سبقوهم ب 10 كيلو، ب 10 كيلو، انا قلت 150 كيلو متر يا جدعان. سبقوهم ب 10 ايام. يعني البطل الجزائري بصراحه ضرب السبق ضربه جامده، بسم الله ما شاء الله عليهم، بسم الله ما شاء الله عليهم يا جماعه. هم دول ابطال الجزائر، هم دول ابطال الجزائر يا جماعه، في التحدي وفي الشراسه الهجوميه وفي القوه وفي كل حاجه. ابطال الجزائر ما بتهزرش يا ابني انت وهو، ابطال الجزائر يا ابني ما بتهزرش يا ابني انت وهو. عرفت اكون او لا اكون، هم كده لغه التحدي عندهم، اكون او لا اكون. فهم هيكونوا طبعا، فهم هيكونوا طبعا. وبصراحه اللي عاجبني اللي هو الشراسه القويه اللي عند طبعا المنافسين اللي كانوا موجودين، واولهم طبعا المغاربه يا جماعه، لان المغرب بتتصدر القاب كتيره جدا برضك. لكن طبعا دايما الجزائر بتكون لهم الند بالند، دايما العند بالعند يا جدعان. فعشان كده طبعا الجزائر ما عندهمش حاجه اسمها استسلام. زي ما احنا شفنا كده قدروا يكسروا السبق وقدروا يتفوقوا طبعا، وقدروا يغلبوا السبق يا جماعه بجداره، بجداره وايه بمسافات كبيره جدا. مش هنقول مثلا شبر ولا شبرين ولا بالسنتي، ولا محتاجين الفار يخش يشوف مين اللي سابق. لا يا جماعه، ده سابقهم من بدري، ده واصل قبلهم بثلاث ايام وهم جم بعد منه، واصل قبلهم بثلاث ايام وهم جم بعد منهم يا جماعه. ادي طبعا فريق الجزائر يا جماعه بصراحه في يعني بص السباق ال 400 متر تتابع يا جماعه، تتابع 4 في 4، 4 في 4، يعني هم 4 من منتخب الجزائر. طبعا كل واحد بيسلم الشاره لزميله لحد طبعا ما يخلصوا الرقم الاخير. وطبعا قابلهم منافسين زي ما احنا شفنا كده. بصراحه مباراه قويه جدا، يعني بص سباق قوي. المغرب الجزائر يا جماعه عرفت يعني تثبت نفسها قدام المغرب زي ما احنا شفنا كده يا جماعه. طبعا ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.